حاول تشمر على كتافك، حاول ترمي عليك الكسل وزيد لقدام ورسم واحد الطريق اللي خوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم. عواشر مبروكة، رمضان كريم، الله يدخلوا على جميع المغاربة بالصحة والعافية وراحة البال وطول العمر إن شاء الله. واللي مريض الله يشافيه، واللي فيه القنطة واليأس الله يشافيه والله يعافيه إن شاء الله بحول الله. خوتي، هذا الفيديو هذا درتو للناس اللي ضاربها العجز والخمول، والناس اللي كتافها باردين وكتقول لك الدنيا ما فيها والو، الدنيا ما عطاتناش، والدينا ما دارولناش. يا اخي العزيز، نوصيك واحد الوصاية: ما عمرك ترجع للماضي، وما عمرك تلوم والديك وتقول ما داروليش، وما عمرك تغمض عينيك وتحس باليأس والقنطة. حاول تجتهد، حاول تشمر على كتافك، حاول ترمي عليك الكسل وزيد لقدام ورسم واحد الطريق اللي تتجه فيها تكون طريق الصح، خالية من الشوائب وخالية من الشوك. وهذا لازم عليك ديرو، لأن الحياة ما كتعجبش، لأن الحياة تسير إلى الأسوأ. لازم عليك تكون موقظ، بهذه العبارة خصك تكون موقظ. وهاد التوقاض هذا باش ديرو خصك تكون، يعني خص الجسم سليم في العقل السليم. يعني خصك الرياضة، خصك الصلاة، خصك رضا الوالدين. هادو ثلاثة الحوايج بعدا أول حاجة اللي خصك تبدا بهم، وهما هاد ثلاثة الحوايج باش ترسم الطريق الصحيح اللي توصل بها بإذن الله. والصبر، لازم الصبر. وأول حاجة خصك ديرها أنك تهز هكاك تمشي تريني أو تجري أو مهم دير أي رياضة، لأن العقل كيتنمى بها وكي يديجاجي عليه دوك الأفكار السلبية، ويديجاجي عليه كاع الحاجة اللي تردك اللور. الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، ومن بعدها الصلاة. الصلاة صح، حقيقة الصلاة هي الأولى، ولكن الرياضة كتجرك لهاد الحوايج. علاش أنا وصيتك بالرياضة هي الأولى؟ لأنها كتجرك للحوايج المزيانة. ونطلبوا من الله أنه يوفقكم ويوفقنا للفعل الخير. وكما قلت لكم خوتي، لازم هاد ثلاثة الحوايج هادو تتبعوهم، لأنهم كيديو الطريق الصحيح وبيهم باش توصل للهدف ديالك. وشكرا لكم خوتي، وشكرا لكاع المغاربه. واللي عجبو الفيديو ما ينساش جيم وبارطاج وتابوناو معنا خوتي باش ان شاء الله نزيدو اكثر. وشكرا لكم كثير، ورمضان مبارك سعيد مره اخرى. ايا شمروا على كتافكم وزيدوا لقدام، شمروا وزيدوا لقدام خوتي.